السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أعزائي السادة المشاهدين ladies and gentlemen بقول لكم قصة بسيطة قبل ما أبدأ الفيديو هذا واللي حصل وهذا. فقبل نهاية الموسم اللي طاف، موسم البطاقة الذهبية اللي تشوفونها تحت، فقبل بدايته قبل نهايته بيوم تقريبا فشريته، وهاي أول مرة تكون اللي أشتري فيها بطاقة موسم. فيوم شريت البطاقة صراحة ندمت، والندم يعني بشكل غير متوقع يعني من اللي حصل. فأول شيء صار أن عطوني زي البطلة الملكية، هاي هي عطوني زيها، وأنا كنت أحسب زي البطل ملك رمز التهام. هذا اللي صار. ثاني شيء مفروض يعطوني 25 مليون، أعطوني 9 مليون. فصارت أمور، وللأسف صورت فيديو وما نزل. كل ما أنزله أحاول أنزله يقول لي حدث خطأ وهذا السوالف. فشريت بطاقة الموسم الجديدة توها نازل اليوم نازل، فشريتها. بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل على البطاقة الذهبية. طبعا تقريبا قبل 4 ساعات نازل، ما قالت بسم الله، ما قالت قاق على طول. المهم، فطبعا مثل ما تشوفون البطاقة الذهبية نسوي تحديات، يعطونا أشياء ويعطونا مزايا. فهذا أفضل شيء في التذكرة الذهبية. أول شيء نقدر ناخذه تعزيز البناء، تعزيز التدريب، تعزيز الأبحاث، بنك موسم أكبر يا الساتر. تو كان 5 مليون الحين صار 15 مليون، ومليون ما نقدر نشيله، أكسير ما نقدر نشيله. تبرعات الجوهرة الواحدة. طبعا هذا كله نشط لمدة لين نهاية الموسم، فهذا أفضل شيء في التذكرة الذهبية. التذكرة الذهبية اللي قبلها أعطوني 5، مش لا ما أعطوني هذه، أعطوني تقريبا من هذه 2، وهذه اللي ما أعطوني إياهم. أعطوني 3 من برج الساعة، وأعطوني هذه ما أعطوني إياها. 4 من جرعة الخارقة، و1 من جرافة العوائق، كتاب القتال، كتاب المباني، وكتاب التعويذات، وكتاب الأبطال، وتميمة الذهب، تميمة تكسير، تميمة تكسير الظلام، تميمة ذهب البناء، و10 خواتم جدران. فهذا اللي صار، وللأسف يا ليت أنه ما صار. فالله يعوضنا إن شاء الله، وإن شاء الله يعني تبدأ تكون بداية خير علينا. المهم، في هذا السيزون بيعطوني ملك الوحش، ألا وهو بيعطوني المظهر البربري. فهذه من أفضل الأشياء اللي انضافت. بيعطوني كتاب الأبطال، وتم تكسير هذا، منها فوائد كثيرة بصراحة. بحلل الفوائد هذه، محتاج اني اشتري واني اطور واني العب وهذه السوالف. فاول شيء حابب اقول لكم لا تنسون تدخلون كلان الزعيم العنوي. طبعا كلان فنان. هذا بن داخل خرقي، عضو مميز يا بن. اذا تشوف الفيديو كثر الله خيرك، مدينتك حلوة. المهم، هذا هو الكلان، هذه مدينتي ومدينة ربعي، وهذين كلهم داخلين. وإن شاء الله إذا حابين تدخلون بس اكتبوا الزعيم العناوي، وهذا هو الكود. حياكم الله. شو بعد أقول؟ ما عندي شيء. الحين راح نلعب كومن جيم عشان الفيديو. اوكي، مدينة، خلينا نختار مدينة حلوة، مدينة يعني تستاهل نحاربها. نحارب هذه مستحيل يجيب نجمة 3 نجوم، فنحاول ان نجيب على الأقل أقل شيء نجمة. وهذا المهم نجيب يعني نجمتين. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله. نبدأ على بركة الله. ننزل الملوك والوحوش وهذه الأبطال. يب، بسم الله يا رب انت صح ان شاء الله.
اللي قاعد اسوي غلط في غلط، يعني المفروض اني محارب جديدة. كسرنا البيت، ان شاء الله نجيب النجمة الثانية، فيمكن هي يمكن لا. نتفائل ان شاء الله، نتفائل بالخير. حلو 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 حلو، قوة والله انها قوة. اللي قاعد يصير شيء اسطوري. نجمتين 57%، 60%. حلو، روح يا الفالكري روح. الفالكري العب فيها، المفروض العب دفاعات جوية، هي اسهل شيء تقدر تلعب فيها في كلاش اوف كلانز، فانا ما قاعد العب فيها مع الاسف. دمر 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 يا الله. بسم الله بسم الله، يلا يلا يا الامر، يلا يا الملك. نجمة كاملة تقريبا، نجمة كاملة يا سادة. صدق يعني شيء قوي ويستاهل تحية. المهم فخلنا نشوف. ونجمة كاملة 100%، 22 كاس، 600,000. حلو، المخازن فولت يا للأسف. ماذا حدث؟ بسم الله، شو أعطونا؟ ما أعطونا شيء. ترى يعني الإضافات هذه فوق تهمني أكثر بكثير من الإضافات اللي تحت. فخمسة تدريب ويكم الحرب. صح، دخلنا حرب والحمد لله. فرق بيننا وبين الخصم نجمة واحدة بس، فنحن مسحناهم مسح مثل ما تشوفون. بس بقى هالهجمة نجيب 3 نجوم بس، يعني ما له داعي، ما اقدر نجيب. فهجموا علي وهجموا على الربع الشباب كلهم وخسروا. فان شاء الله بعد ساعة وشيء نتوثق الحدث. فسجل الحرب عندنا فوز وخسارة، فوز خسارة، فوز خسارة، فوز خسارة، وان شاء الله الحين فوز. فقاعدين نتدرب نشوف تكتيكات من ندخل من نطلع، ونحاول نجيب اشياء جديدة وحلوة. شو بعد بنسوي؟ اعتقد بس هالفيديو بسيط. مثل ما تشوفون المدينة تطورت، بعد تطور المباني، الدفاعات الجوية كلها خلصت، بس باقي هذا. فالحمد لله هذه من اهم الاشياء اللي قاعد اسويها. الدفاعات، دفاع القوس كله قاعد اطوره ليفل 4 كامل نفس الوقت. فهذه من افضل الاشياء اللي قاعد تصير. فعندنا القرية الليلية، طبعا بعد منها فائدة كبيرة. فائدة القرية الليلية ان تزيد مستواه في اللعب، وتزيد قوتك وهذا. فان شاء الله المعمل اول ما يخلص البالون راح اطور التنين، ومن بعد التنين كم سعره؟ 1,800,000. راح اطور التنين كم يوم شيء. بطور الصاعق ليفل 7، بنهي نفس الوقت، بستعمل كتاب على طول. وبعد ما اخلص الصاعق راح اطور التنين، وبستعمل كتاب اذا عندي، يعني ما عندي غير كتاب واحد. فهاي هي المصيبة، ما عندي 10 جدران، يعني تقريبا اقدر اطور هذا كامل تقريبا. لا بستعمل 8. يا الله، لا صعبة. المهم يا شباب، هذا كان الفيديو البسيط اليوم. شرينا التذكرة الذهبية، واخيرا شريت التذكرة الذهبية اللي قبلها وندمت صراحة، لاني اول مرة اشتري، المفروض اشوف فيديوهات وهذا. فعندنا هجمة تحدي الملك الوحش، نربح 500,000 ولكن يا الله يا القوة، قوة في قوة. الحين متى كلاش اوف كلانز تقدر تحط 4 مهاذيل، وما ادري كم عامل، 1 2 3 4 5 6 7 عمال، و17 حبة من هذا. كيف ممكن اقتنع؟ يعني هذا هو الملك اللي ان شاء الله بيعطوني اياه. هذا الجنود اللي جنود الحرب. يب، هذا الفيديو بسيط، ان شاء الله عجبكم يا شباب. سامحوني اذا طولت عليكم ولا اسولف وايد، ادري سحاب وجهي، ان شاء الله ما تنعاد. فالكم فالكم الخير ان شاء الله. وبس يا شباب، هذا كان فيديو، ما تنسوا لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامة.